ونضيفوا ليه الماء. اذا غادي نبدا نتبل هذا اللحم، ندير ليه هاد العطريه ديالو. بالنسبه للحم انا عندي هنا واحد الكميه، كل واحد غيدير الكميه على حسب الناس اللي غيوجد ليهم هاد اللحم. شويه ديال الملحه، من بعد غندير شويه ديال الزعتر كما كتشوفوا، واحد نص معلقه صغيره ديال الزعتر. ندير الكمون معلقه صغيره، كمون حبوب. ندير واحد نص معلقه صغيره ديال القرقم كما كتشوفوا، ما غاديش نكثروا، ندير غير واحد نصف ملعقه صغيره. وشويه ديال الابزار، حتى هو نص معلقه صغيره ديال الابزار. غندير شويه ديال الزيت، عندي هنا نص كاس صغير ديال الزيت. وغنشرمل هاد اللحم، غنشرملو مزيان في هاد العطريه. هنا صافي، ملي كنشرملو كنحطو مباشره في الكوكوط. كاين اللي يبغي يخليه شويه، ولكن انا كنشوف يعني ما يحتاجش نخليوه، حيت هو كيطيب بالمهل، ما نحتاجوش نخليوه يتشرب. كما قلت لكم نطيبوا هذا اللحم بالمهل على عافيه مهيله. دابا غنضيف الزيت اللي بقات، الزيت اللي بقات لينا من نص كاس صغير. دابا غندير البصله، هاد البصله اللي قطعتها على شكل طولي. كديروا بصله كبيره وحده ولا جوج، يعني على حسب اللي بغيتو نتوما. ندير باقي شويه ديال الملح، غير شويه فوق البصله. الان غادي نسد على الكوكوط وغنخليها طيب بالمهل. يعني هي الحاجه المهمه في هذا الطبق اننا خصنا نقصوا العافيه مزيان، يعني بحال نشعلوا عليها بحال الشمعه كما كنقولوا، بحال الشمعه، باش ما تحرق ليناش هاد. وضروري نديروا صفاره، يعني الا جا بلانسينا صفاره ممكن تحرق لينا هاد اللحم، حيت ما درناش الماء. ما نساوش اننا نقصوا العافيه مزيان ونديروا الصفاره كما قلت. حيت انا وقعت لي واحد المره في هذا الطبق نيت ملي كنوجدو، جيت نطلع على اللحم واش طاب، ملي طليت عليه ورديته باش يكمل طيابو نسيت الصفاره. واحد شويه كنشم الريحه، جاب الله انا كنت غير حداه، يعني كنت غير في الكوزينه وصبيت دغيا طفيت عليه. لذا ما نساوش الصفاره، مهم، ونقصوا العافيه مزيان. ودابا اللحم ديالنا راه طاب كما كتشوفوا، بقات فيه واحد شويه ديال الدغميره.
عرفت واش كيبان لكم مزيان. دابا غندير غير شويه ديال الكمون مطحون، وغنقدمو في الطبق. وهنا كما كتشوفوا زينته بشويه ديال اللوز، وهو طبعا اختياري، ممكن تجي تزينوا بشويه ديال اللوز هكايا اللي سلقناه وفسخناه شويه ومن بعد قليناه في الزيت، ولا ممكن تستغناو على اللوز. وكما كتشوفوا هذا الطبق ديالنا بهذه الطريقه كيجي بنين. وبصحة والراحة الى فيديوهات اخرى جديده. كنتمنى الطبق يعجبكم، وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك بالقناه.